فوق راسي يا وصعب قلبي، الله وصعب يحفظك ويبارك وصعب فيك. وصعب طال عمرك، وصعب في هذا الوقت يعني نحصل واحد شراتك بفصاحة لسانه وفي قوله في كلمة الحق. شرواك الطيب، الله يحفظك، هذا من حسن ظنك يا استاذ عمران. فقط بارك يعني. الله فيك وطول والله الله أنا بعمرك. كنت على البرنامج الازرق جالس اتحدث عن موضوع الامن والامان يعني الموجود في دوله الامارات يعني. واتحدث عن اصدقاء اللي كانوا يتواصلوا معي صوت وصوره من داخل نعم. دبي، في الوقت الذي عندنا اصوات يمنيه اعلاميه بتنقل بمقاطع كلها ذكاء اصطناعي، خلاص تدمرت. يا اخي الناس عايشين طبيعي. اذا شوف حصل اي شيء بتجي رساله الى ان يزول الخطر، تاتي رساله خلاص زال الخطر، والناس تعايشوا مع الموضوع. ثلاث طائرات جاءت لاخذ رعاياها ورجعت فاضيه. فين يروحوا؟ نعم، فين طائرات شعور طائرات بالامن أمريكية، والامان؟ نعم. تمام. شوف بارك الله فيك أستاذ علي. يعني في دولة الإمارات ولله الحمد، يعني هذا اللي مرينا فيه ما نقولها يعني أزمة، بل نقولها تحديات. وفيها في ظل هذه التحديات تختبر أنت قوة الدول، وتختبر قوة القيادات، وتختبر القوة العسكرية الموجودة في الدول، وتختبر المواطنين والمقيمين. التحديات تخليك تختبر هذا كله. فولله الحمد والمنه دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل هذه التحديات تعاملت مع الاختبارات هذه بحزم صارم جدا وباحترافية عالية، لدرجة أن اليوم ولله الحمد والمنة نسمع أصوات كانت في الجو ولكن ما نشوفها. نسمع أصوات وما نشوفها. هذا يدل على أن عندك قوات عسكرية تتعامل بدقة واحترافية، بحيث أن اليوم أقسموا أنهم يحمون هذا الوطن العظيم وكل من يقيم على هذه الأرض. وفعلا يقول لك في وقت المواقف تعرف قوة الدول، لدرجة أن يا أستاذ علي اليوم يعني دولة الإمارات العربية المتحدة أذهلت دول العالم. أنت متخيل الاستهدافات اللي جت على دولة الإمارات أكثر من إسرائيل نفسها. أكثر من إسرائيل نفسها. إسرائيل ما رمت تصد، ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة بكل احترافية تصدت للعدوان الغاشم، وأبهرت العالم بمنظوماتها الدفاعية وبقدراتها بالتعامل مع مثل هذه التحديات بكل احترافية ودقة. يعني من بغيت من القوة العسكرية إلى القيادة الحكيمة، بحيث أنت اليوم يا أستاذ علي بتمر في موقف ولا بتمر في ظرف ولا بتمر في تحديات، لابد من أن تكون عندك إدارة حكيمة تدير المشهد داخليا وخارجيا. بتقول لي داخليا كيف يا عمران؟ أقول لك داخليا بحيث أن اليوم المواطن والمقيم، شوف ركز، المقيم قبل المواطن وضع ثقة عمياء اتجاه القيادة بأن اليوم القيادة من بعد الله بتحمي هذا الوطن والمواطن والمقيم. وغير ذلك سبحان الله، يعني الإمارات في هذه التحديات ما واجهت يعني جبهة واحدة، واجهت جبهة إعلامية، واجهت جبهة أمنية، واجهت جبهة اقتصادية. لكن ولله الحمد أثبتت أن الدول قوتها مش. سأذكرك يا عمران بحاجة. نعم. الدفاعات اللي حصلت والمواجهة ستدرس في المستقبل. ليش؟ لأنه يعني 95% من الصواريخ والمسيرات التي تم إطلاقها تم التصدي لها. ليش؟ وبعدين شوف، إيران كانت بترسل صواريخ ومسيرات إلى الإمارات أكثر من إسرائيل. ليش؟ ما هو السبب؟ أقول لك ما هو السبب. لأن الإمارات هي الدولة الوحيدة، وحط تحت كلمة الوحيدة 100 خط، الدولة الوحيدة في العالم التي أدركت خطورة جماعات الإسلام السياسي وتصدت لهم بصدق. في دول تقول لك أنا عادي هذه الجماعات، ولكن تدعمها من وراء الكواليس. هذه عادتهم فعلا، لأنها مدركة الخطر هذه الجماعات على أمن واستقرار المنطقة. وعقلية الملالي في إيران نفس عقلية جماعة الإسلام السياسي، بل الملالي والإخوان هم وجهان لعملة واحدة. لذلك وجدت أن الخطر على هذه الجماعات وأصحاب الشعارات والقضية والأقصى كذب، كلها طبعا شعارات كاذبة. هؤلاء الإيراني يقول لك احنا مع القضية الفلسطينية. قضية ايش؟ أنتم لم تحررون شبر واحد، لم تدعمون
بتغذية ولا بخدمات صحية، لم تخرجوا أسير، ما فعلوا أي شيء، بل هم تسببوا في دمار غزة ودمار فلسطين، وما رفعوا إلا الشعارات الكذابة. تمام. واليوم تتخلى عن أذنابها في لبنان وفي اليمن، خلاص استخدمتهم مثل المناديل فقط وانتهت. أما ما حصل في الإمارات فهو سيدرس وذكرك. ليش؟ لأنه استطاعت أن تواجه كل الجبهات بصمت. تمام. وما انشغلتش بمعارك جانبية وترد على فلان أبدا، بل كانت تأتي، أنا كنت أتذكر في قناة سكاي نيوز، يأتون بأفضل الخبراء والمحللين الذين يحللون بحيادية وبواقعية لما يحصل لأن التزييف هو ديدن جماعات الإسلام السياسي، يحاولوا يزيفوا الواقع. ليش؟ علشان يكسبوا المعركة، مراهنين على إيش؟ على الشعوب العاطفية. تمام. الشعوب التي يضحك عليها. لكن الواقع اليوم أثبت أن يعني الإمارات انتصرت في تحقيق هدفها في توفير الأمن والأمان. طبعا أعظم ما تمتلك الإمارات هي السمعة الطيبة، سمعة الأمن والأمان، وهذا الذي جلب رؤوس الأموال والشركات الكبرى إلى الإمارات. تمام. هم حاولوا أن يدمروا هذه السمعة، فازدادت سمعتها في الأمن والأمان أكثر. يعني شوف كيف لما يحاول أنه فيزيدك الله قوة ويزيدك أمن وأمان. يعني بالعكس، كان هذه الحرب فيها خير. الله قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما حد قال خير. اليوم أثبتت الإمارات أنها دولة قادرة على حماية أبنائها ورعاياها. شوف، في نقطة الانتصار، الكثير يتساءل كيف الإمارات انتصرت؟ كيف الإمارات انتصرت؟ الإمارات نعم انتصرت، بحيث أن اليوم الإمارات يعني ما لها دخل بالحرب، لكن أكثر دولة استهدفت ما تعدى الرقم 2800 استهداف غاشم. الإمارات تعاملت مع هذه الاستهدافات بكل احترافية وبكل دقة. رقم 2، الإمارات نجحت في ظل هذه التحديات وانتصرت على أنهم راهنوا السياحة الإماراتية بتسقط، على أن السياحة الإماراتية تتفوق كل ما يعني ترد عليهم عكسية. راهنوا على أن الإمارات اقتصادها بيطيح في هذه التحديات، على أن اقتصاد الإمارات ثابت ويمشي بخطى ثابتة نحو الأمام. هذا كلها انتصار. زين، من ناحية الأمن والأمان قالوا أن مستحيل الإمارات أو المواطنين أو المقيمين بيكونون يعني في حالة خوف وقلق وما بيكون في أمن وأمان. الإمارات انتصرت بقيادتها الحكيمة في إدارة المشهد الداخلي وكذلك المشهد الخارجي. يعني إلى درجة يا أستاذ علي يتواصل مع رئيس دولتك، يعني 136 رئيس دولة يتواصل خلال أول أسبوعين. هذا شيء يدل مع رئيس الدولة، شيء يدل. وغير أن ما تم تأييد في مجلس الأمن من قبل 137 دولة في قرار 2817 في إدانة الهجمات الغاشمة الإيرانية. شيء يدل؟ هذا يدل على أن وزن دولة الإمارات وزن عالمي وثقلها ثقل عالمي، مش يعني مثل ما تقول يعني. على فكرة في نقطة يتكلمون فيها دوم، أن الدول تقاس بأحجامها. لو الدول كانت تقاس بأحجامها لما شفنا كثير من الدول حجمها كبير، لكن في أول اختبار من التحديات تسقط وتهتز بأكملها. الدول مثل ما قالها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، الدول مش بالحجم، الدول بإرادة الرجال، ولا تستهينون بإرادة الرجال. وهذا ما أثبته اليوم. مر هذا الكلام متى قال؟ اليوم مر وطبق بالحرف والملي. الإمارات وغيرها من دول الخليج، لكن أنا أتكلم عن الإمارات بحكم أن الإمارات استهدفت من أكثر دول استهدفت الإمارات. أكثر دول، أنا ما أقول لك جبهة واحدة، 3 جبهات، إعلاميا أمنيا اقتصاديا. أنت متخيل هذه ال3 أشياء وتثبت الإمارات وتثبت انتصارها؟ أنا أنصدم يا أستاذ علي. تعرف من اللي يكون موالي لنظام الملالي وأتباع الخميني يطلع يقول لك انتصروا. في شو انتصروا؟
هل انتصروا بعد ما تم إبادة القيادات العسكرية بشكل تام؟ هل ما يعني انتصروا بعد ما تم إزالة إبادة المنشآت العسكرية؟ يعني ما خلوا حد. وين الانتصار؟ هل الانتصار أنهم هم بس قاعدين في الخريطة؟ أي انتصار يتحدثون فيه؟ وثاني شيء، نحن في مرحلة الآن قاعدين نمر فيها، مرحلة يعني اتفاقية، يعني ما انتهت الحرب. أي انتصار تتحدثون عنه؟ نفس الموضوع في غزة، لو تذكر نفس الآلية كانت تطبق يا أستاذ علي. في غزة الموقف اللي صار فيه كان بداية دخلوا وقلنا احنا بنحرر غزة وبنسوي في غزة وبنسوي. دخلوا ولا ردوا عليهم الإسرائيليين وصار وقف إطلاق نار. انتصرنا. شو اللي انتصرت؟ والشعب بأكمله راح رجع إلى ما 70 سنة ورا. وين الانتصار؟ الشعب كله في خيام. الانتصار اللي نعرفه يا أستاذ علي، يعني الانتصار اللي نعرفه وكل كل واحد فاهم مفهوم الانتصار. الانتصار اني انا انتصر على العدو بكل مقتدراته، ما اعطيه فتشه، هذا هني يسمى انتصار. اما ان العدو يبيدني كل يوم ويشرشح في قياداتي العسكريه ويزيل منشاتي العسكريه ويضربني ضرب، اطلع في النهايه بعد ما يصير امر وقف اطلاق نار اقول والله انا انتصرت. على اي اساس؟ اي اساس هذا انتصار يسمى؟ وين الانتصار في انا الموضوع؟ اقول لك هذه ايش اريد افهمها. ايش في النقطه هذه مهمه جدا. ها، انا كيف اعرف اولا ان هذه الدوله ناجحه؟ اول مقياس رخاء ورفاهيه شعبها، الاقتصاد، الامن الغذائي، الكذا. الاماره ايران مدمره قبل ان تبدا الحرب، يعني كانت تعاني من اوضاع اقتصاديه وازدادت، يعني قتلوا يعني قياداتها الصف الاول والصف الثاني كلهم. تمام. اهتزت بنيتها التحتيه، تدمرت. لكن زي ما قلت هي نفسها ديدا الجماعات الدينيه بشكل عام التي تستخدم الدين. انا جالس اقول يعني هناك مكتوب آية الله، وهناك حزب الله، وعندنا في اليمن انصار الله، وهؤلاء كلهم ما لهمش علاقه بالله سبحانه وتعالى، بس هم يتاجرون باسم الله عز وجل. فيقولوا للناس حتى لو انهزمنا نحن منتصرين. منتصر بايش؟ يعني قتل من ابنائك، تدمرت بنيتك التحتيه، اهتز اقتصادك، قتلت قياداتك. وين الانتصار؟ نفس اللي حصل في غزة. يعني غزة كانت مدينة عامرة، بعد 7 أكتوبر تدمرت تماما، أصبح الناس تحت الأنقاض، تشردوا، ويجي يقول لك بكل بجاحة في القنوات احنا انتصرنا. انتصرتوا بإيش؟ انت هذه شوف هي الجماعات الدينية. يعني أنا أتذكر لما كنت معاهم في يوم من الأيام كانوا يدرسونا ويجيبوا كيف يعني يستخدموا الدين. يجيبوا مقولة لسيد قطب في قصة أصحاب الأخدود، لما الغلام المؤمن والملك أخذهم وقتلهم جميعا ورمى بهم في الأخدود، قال لقد ماتوا جميعا ولكن بقيت العقيدة. كيف من عقيدة؟ العقيدة هي في القلب، والقلب في الإنسان. الإنسان مات، لا ما فيش عندهم قيمة للإنسان. يعني فلذلك تجدها، قلت أنا دائما أقول هؤلاء أصحاب مشاريع موت. يقول لك هذه حتى لو متنا فنحن منتصرين. منتصرين إيش؟ وقد أزهقت الأرواح علشان المسجد الأقصى، أو علشان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن تهدم الكعبة حجر حجر خير من أن يهدر دم مسلم. كم دماء وأرواح سفكت. وهؤلاء أصحاب إيران اللي بيتاجروا بالدين. أنتم أي دين أو أي إسلام يقول لك يا أخي دولة مسلمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إيش سووا في العراق؟ إيش سووا في سوريا، في لبنان، في اليمن. الحديث أيضا آخر يقول لا يؤمن، قال والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. دول الجوار التي لم يطلق منها حتى رصاصة واحدة لإيران قصفت إلى دول الخليج أكثر مما قصفت إلى إسرائيل وأمريكا. فلا أدت حق الجار، ولا أدت حق الدين، ولا أدت، كلهم كذب. وبعدين حتى لو تدمرت البلد من وإلى يقول لك انتصرنا. هم سيظلوا يكذبون. والعلمك لو لاحظت 50 سنة هذه الجماعات دائما مهما تعرضت للهزائم والانكسارات تقول لك أنا منتصرة كذا. والكارثة أنه القطيع بيصدقوا هذا الكلام، بيصدقوا هذه الكذب. منتصر بإيش؟ تنتصر بأن تنتصر للإنسان، أن يعود الإنسان إلى حياته، إلى وظيفته، إلى أما وقد أنهيت حياته تقول له منتصر ويصدقوه، لأنهم أصحاب مشاريع موت وهم بيحققون مشاريعهم. تمام. أتذكر كانوا يعلمونا في الأناشيد واجعل من جماجمنا، واجعل من جماجمنا. إيش يقتلني؟ خلاص
حتى بيقول لك الموت في سبيل الله، طبعا مش في سبيل الله، هو في سبيل مشاريعهم. يعني جماعة شعارها الموت، كيف تريد منها الحياة؟ فهؤلاء هم أعداء الحياة. وسبحان الله هذه الحروب وهذه الفتن بتزيد تفضحهم. أقسم لك بالله يا عمران، بيتواصل معي الشباب آبائهم قيادات في هذه الجماعات، تمام، خلاص أصبحوا مقتنعين بأنهم كذابين، لأنهم يعرفوهم هم كذابين يصدرون. ولذلك الجيل القادم سيدرك خطورة هذه الجماعات. واليوم من خلال، لأنهم كانوا يسيطروا على الناس من خلال المنابر، من خلال الإعلام، اليوم الفضاء المفتوح هذا فضحهم وعراهم وشاف تناقض مواقفهم. شوف أحيانا ينزل لك شيخ قبل وبعد كذابين يحاول أن يعالج الكذب بكذب، وهم خلاص الآن يعروا. ولعلمك أيامهم الأخيرة وبعد ما ينتهوا من لبنان ينتقلوا إلى أنصار الله اللي عندنا أو الحوثيين الموجودين، وستنتهي أذنابهم وسيعلم الناس يعني قيمة الإنسان لدى هذه الدول العظيمة في دول الخليج. يعني والله شوف يا أستاذ علي، أنا كنت أتمنى أنهم ما يحصلون فرصة. النظام الاتباع الخميني ما يحصلون فرصة ولا يستحقون الرحمة فيما فعلوه اتجاه العرب طوال السنوات. والله أنا أشوف النظام هذا ما يستحق الرحمة ولا يستحق أنك تعطيه فرصة. هو مرده على مشارف وزوال ومزبلة التاريخ، لأن ما فعلوه اتجاه الدول العربية. على فكرة لو تلاحظ يا أستاذ علي، على مر الزمان هم الداعمين الأساسيين من تحت لتحت لتشويه سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، من السودان، ودعم الحركات المتأسلمة في الدول العربية، في بعض من الدول العربية، لأجل أن يتم تشويه سمعة دولة الإمارات. هم كانوا يمتلكون حقد دفين قديم، لأن دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنت تكلمت في نقطة كذلك، لأن دولة الإمارات العربية المتحدة معروف عنها نهجها نهج سلمي، وخطاها خطى سلمية، ودولة خير وتسامح، ودولة يعني ما عندها العرقية ولا عندها العنصرية. فهذا يغيظهم ويغيظ أهدافهم. فدولة الإمارات شوكة لهم، كانوا يلعبون من تحت لتحت. والآن سبحان الله المواقف كشفتهم على حقيقتهم. بان الحقد الدفين دعمهم لسلطة بورت سودان في السودان، لأجل أنهم يحاولون ياخذون موقف على دولة الإمارات بأن دولة الإمارات دعمت طرف في حرب السودان. حاولوا في لبنان، حاولوا قبل في سوريا، حاولوا كلها عن طريق ميليشيات. الميليشيا يعني اتباع الخميني هذول ما يتعاملوا إلا مع ميليشيات، ما يتعاملوا مع دول أبدا. فهذا يعني سبحان الله، مثل ما قلت أنت، لعل تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم. يعني بين لنا الحقيقة، وبان الدفن الحقيد، الدفن الحقد الدفين الموجود في قلب النظام الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة. لكن سبحان الله، هم كانوا يدعون يا أستاذ علي طوال السنوات يمتلكون قوة ويمتلكون أول وتالي، وكانوا ذابحين العالم في المقدرات العسكرية اللي عندهم، وكانوا يقولون نحن ما في غيرنا. ألا أن من أول تحدي، مش هذه الضربة اللي قبلها 12 يوم إذا تذكر، عروهم بأن لا يمتلكون منظومات دفاعية جوية. دخلوا عليهم رايحين رادين، يعني شعاراتهم سبحان الله. الأم كيف تطلع الأبناء يطلعون خلفها، هي الأم الأساسية وأذرعها هي أبنائها في الدول العربية، نسخة من طبق الأصل. وهذا ما يفعله الأخوان سبحان الله، تطلع على الوالدة. يعني أمهم إيران تدعم وتسوي، في نهاية المطاف خابت كل مساعيها وانكشفت للعالم، وبان التهالك اللي عندهم للعالم، انهم كانوا يدعون قوة، والآن شوف حالهم إلى وين وصل. يا أخي الفاضل، مرشد ما رام يحمونه، ولا قيادي عسكري ما تروم تحميه، وتقول نفسك منتصر. على أي أساس منتصر؟ على أي أساس؟ شوف، في نقطتين انت تطرقت لها مهمه جدا. اول نقطه يقول لك ليش مثلا دوله الامارات تدخلت في هذه الدول. ركز معي في النقطه هذه.
الجماعات الدينية، جماعة الإسلام السياسي أو الإخوان بالأخص، أحدثت هذه الفوضى في المنطقة كلها في الوطن العربي. تمام. وهي مش دولة، هي ما زالت أحزاب وجماعات. تخيل هذه الجماعات وهذه الأحزاب لو تمتلك ميزانية دول، ماذا ستصنع من خراب ودمار. لذلك تجد الإمارات مدركة لهذا الأمر، فأول ما ترى أن هناك صراع وأن هناك جماعة من هذه الجماعات ستسيطر على بلد ما، لأنه أمن الإمارات جزء من أمن المنطقة، إذا حصل اضطراب في أيضا سيكون جزء من أمن الإمارات، فهي مسؤولة أخلاقيا، مسؤولة كحق جوار، فهي تبادر تقول يا أخي ليش تدخلت؟ يا أخي أنت الآن عندما ترى شر سيأتيك منه يوما ما، لابد أن تبادر إلى إنهاء وزوال هذا الشر. وإذا ما بادرت فأنت قصرت في حق جارك وفي حق أخوتك وفي حق العهد اللي بيننا كعرب وكمسلمين. هذا النقطة الأولى. ليش تدخلت أولا دائما تتدخل بطلب رسمي من الحكومات القائمة. ثانيا بتتدخل لمكافحة التطرف والإرهاب، وهذا ما تقوم به الدول العظمى في كل أنحاء العالم، تكافح. ليش إذا تدخلت دولة عربية يقول ليش تتدخل لأنها تريد أن يعم الأمن والاستقرار في بلدك. ولكن إحنا كارثتنا العرب نصدق الأوهام. وبالنسبة لقضية إيران والقوة وادعاء القوة، يا أخي إيران دولة مخترقة. تخيل أنهم اخترقوا حتى إشارات المرور، تخيل أن يقتل كبار أكبر القيادات في البلد، وهذا دليل اختراق، ويعرف موعد وزمان ومكان الاجتماع. يعني هذا دليل على الاختراق. يا أخي إسماعيل هنية قتل جنبهم وهو عندهم، وهكذا هم مخترقين من زمان طبعا. تمام. وهذه الحرب أثبتت أنها دولة هشة، ولكن ما زالت، شوف ركز، ما زالت تراهن على غباء القطيع، فتصدر الشعارات والأوهام والمهدي المنتظر وأن احنا سننصر الإسلام. أي إسلام تتحدث عنه؟ أي إسلام؟ أنا مش عارف أي إسلام تتحدث عنه. الإسلام الذي دمر سوريا والعراق واليمن ولبنان وأهلك الحرث والنسل، هذا الإسلام؟ إذا كان هذا هو الإسلام، ما هو إسلام هذا أنت تشوه الإسلام وتقدم صورة شائعة، سواء في معتقدك، سواء في تصرفاتك، في مواقفك السياسية. فلو عامل، ركز، أعداء الإسلام على تشويه الإسلام لآلاف السنين، ما يستطيعوا أن يشوهوا كما شوهت إيران بسمعة الإسلام. يعني ناس لا عهود ولا مواثيق. حتى روسيا والصين التي كانت واقفة معهم ما وقفت، لأنها تعرف أنها حكومة هشة، حكومة لا تستحق أن تقف معها. ولذلك الأيام فضحتهم وعرتهم. تمام. وفي كثير ممن كانوا معها اليوم أصبحوا ضدها، لأنهم ظهرت لهم الحقيقة. أهم شيء أن لا نيأس، وأن نستمر بحركة التوعية للناس. الناس تسمع. وقال لك سئل الباطل أين أنت عندما طغى، أين سئل الحق أين أنت عندما طغى الباطل؟ قال كنت تحته أجتث جذوره. يعني الحق في الأخير أحق أن يتبع. أكيد ولا شك في ذلك. والله يا أستاذ علي، يعني لو نتكلم في هذا الموضوع من اليوم إلين بكرة ما راح نخلص. حبيب قلبي، يعني الله يحفظك. خاصة في هذا المجال هذا يبغى نقعد فيها قعدة من وقت. خلاص خذ راحتك حبيبي، وأنا تحت أمرك في أي وقت. وربي يحفظ الإمارات ويحفظ الخليج ويحفظ كل أوطاننا بإذن الله تعالى. اللهم آمين. اللهم سعدت فيك كثيرا يا حبيبي. يبالنا طال عمرك نقعد في وقت من وقت يعني شوي، ونقعد ناخذ في الموضوع هذا ونلاحظ الشعارات الرنانة اللي قاعد يخرجها النظام الغاشم هذا، وكيف يعني امتدت أذرعه داخل الدول العربية في دمار الدول العربية باسم الدين الإسلامي، في توهيم وفي محاولات توهيم الشعوب العربية بأنهم مع الدين، وأنهم في محاربة اللي هم يدعون مش من الدين الإسلامي، إلى درجة أنهم كفروا الكثير، إلى درجة أنهم يعني زرعوا الحقد في قلوب الكثير، إلى درجة أنهم يعني نحن عرفنا الدين الإسلامي، عرفناه يعني بالعقل وبالإيمان، ما عرفناه يعني منه والدرب وخلاص على الدنيا السلام، لا، بل عرفناه بعقل وحكمة، وعرفناه بإيمان، وعرفناه أن الدين الإسلامي له يعني كثير. وكذلك لو أنا أتمنى يعني هذا اللي
يسمع للشعارات اتمنى يشوف شوي لقصص الانبياء. راح تعرف هذيل هم قاعدين يسوون مثل ما الانبياء كانوا يسوون والاسلام كان يسوي؟ لا، ولا 1% يطبقونه. كل ما قاعدين يطبقونه باسم الدين الاسلامي. يعني اللي يحب دينه يعني بدرجه انه ما يرضى على دينه، اتمنى انك تراجع. راجع، لا تكون بوق، لا تكون يعني مثل ما تقول مكينه يحطون فيك درهم وتشتغل تتكلم. الثقافه زينه والعلم زين. كلام الله واضح: قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كلام واضح، بس هؤلاء معهم يعني فكر خاص بهم لا علاقة للإسلام به. تمام، يعني دين المحبة والسلام والرحمة، هم أصبحوا دين الشر والخوف والرعب والخيانة والكذب. يا رجل من مبادئ مذهبهم التقية. ما هو التقية؟ أنك تظهر خلاف ما تبطن. هذا هو النفاق. إذا أنت تريد أن تظهر شيء وتخفي شيء فأنت منافق. تخيل كيف ستحاور مع شخص دينه النفاق. رجل لا يمكن. ولذلك شوف، كل دول الدنيا لا تثق بإيران ولا تثق بمواقفها ولا بعهودها. عارفين الناس هؤلاء ليش؟ يقول خلاص جاءنا الوحي، جاءنا المهدي المنتظر، جاءنا. يعني لذلك بقول لك كلمة ويعني وأبيك تحفظها للزمن. يعني النظام الإيراني انتهى، النظام الإيراني سقط، ونحن الآن نعيش مرحلة ما بعد ولاية الفقيه. ما هي إلا تداعيات. وستذكر سقط الرأس، سقطت الرؤوس كلها، سقطت كذا. أصبحت هذه بقايا فقط، بقايا يعني لأنهم راهنين على الشعارات. وستأتي والأيام حبلى بالمفاجآت. وتذكر كلامي، وسيتحرك. طبعا عشان الناس لا يفهموا، نحن لا يوجد لدينا أي عداء أو بغض مع الشعب الإيراني. كبار المستثمرين داخل دولة الإمارات إيرانيين. ليش؟ ويستقبلوا ويحتفى بهم كأي إنسان يأتي إلى هذه البلاد. عداؤنا ومشكلتنا مع النظام البائد، النظام المستبد، نظام الملالي. هذا مشكلتنا معه. أما الشعب الإيراني نسأل الله أن يحفظ هذا الشعب، وسيأتي التحرير من داخل الشعب الإماراتي. سيخرجون على لذلك أنا مراهن عليهم أنهم سيخرجون ضدهم وسيسقطونهم، وبإذن الله يبدل الله هذه الدولة بنظام غير هذا النظام البائد بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. شوف، مهما طال حبل الشر مرده ينقص. نحن عندنا مقولة نقولها: مرد حبل الكذب ينقص. حبل الكذب مش طويل، لكن أنا أقول لك مرد حبل الشر ينقص. يعني شوف، هم طوال السنوات تكلموا باسم الدين الإسلامي، أخذوا الدين الإسلامي شماعة، وفعلوا في الشعوب العربية والشعوب المسلمة، وسووا وشردوا ونزحوا وكل الأجل أجنداتهم. مردهم يسقطون، مردهم يسقطون. إذا فرعون بمكانته سقط برمشة عين، فمن هم هذيل؟ مهما تكلموا، مهما طال الزمان، مهما ارتكبوا، مردهم راح يسقطون. والخير يبقى مرفوع والشر ينزل. هذا الشيء معروف، وهذه قاعدة للكرة الأرضية مهما طال الزمان. هذه سنة كونية. نعم. فأشكرك أستاذ علي، حبيب قلبي، أسعدتني بحضورك حبيبي يا عمران. الله يحفظك. بارك الله فيك، ونشوفك إن شاء الله على خير. شكرا لك جزيل الشكر. يا مان الله يسعدك. يا مان الله. حياكم الله يا شباب. ده يقول لي ما هو الزبدة، كنت أنا مخبر كله ما هو الزبدة. عيد حي الله عنك. فالموضوع الذي نتحدث عنه، أنا شوف، في واحد كاتب يمني معروف الآن دعوه لحضور مؤتمر السلام والتنمية في النمسا، وتفاجأت أنه هو مجموعة أغلبهم إصلاحيين مدعوين لهذا المؤتمر السلام، وهو من أكثر أصوات الشر. كان أيام الحرب بينزل مقاطع ذكاء الصناعي ومن الرخيص المجاني. تمام، خلاص تدمرت الإمارات، قصفت، الناس تشردوا. وأنا في هذه اللحظة بتواصل مع بعض الأصدقاء هناك، يعني صوت وصورة، والناس عايشين ويروحوا الأسواق والفعاليات كما هي، ولا حصل شيء.
كل اللي يحصل رسالة بتجيهم، رسالة الآن في خطر، دخل هنا أو تخبى هنا عشان الشظايا. بعد 15 دقائق انتهى الخطر، يجي لك رسالة اخرج عيش حياة طبيعي. تمام. بالعكس اليوم الإمارات ازدادت أمنا وأمانا، يعني واذكروا كلامي، ما حصل عندهم سيدرس. ليش؟ لأنهم استطاعوا أن يستعدوا لكل الاحتمالات وأن يطوروا أسلحة. يعني يحدثني واحد من الأصدقاء قال تخيل تم استيراد بعض أسلحة الدفاع الجوي والكذا من كوريا، وبأيدي إماراتية تم تطوير هذا السلاح حتى تجاوز قدراته الدفاعية اللي موجود عندهم في كوريا. تمام. ليش؟ لأنهم بيحرصوا على الإنسان أغلى شيء، الثروة البشرية قيمة. ولذلك الآن لو تشي تعرف والله هذه دولة ناجحة ولا فاشلة، كيف تعرف؟ مثلا بالسلاح لا. وإذا عندك كوريا قصدي كوريا الشمالية عندها أقوى سلاح بتهدد العالم، تمام، لكن دولة فاشلة لأن ما فيش قيمة للإنسان عندها. ما هوش بقوة سلاحك، برخاء ورفاهية المواطنين اللي عندك. كيف عايشين بأمن، بأمان، باستقرار. هل يوجد يعني عندهم أمن غذائي؟ هل يوجد عندهم مستقبل؟ هل يوجد عندهم خدمات صحية؟ وبمقدار ما توفر من رفاهية واستقرار وأمن لهؤلاء الناس للمواطنين، هنا تكون قيمتك، مش بما معك من أسلحة، لا أبدا. وإذا في دول في أوروبا، أيسلندا وأكثر من دولة 3 و4 دول لا يوجد لديها جيش من عام 1945، وهي دول ما يعني يعيش أبنائها في رفاهية. طيب الإمارات عايشة في أمن وأمان ولم تطلق رصاصة واحدة تدافع عن نفسها. حق مشروع، حق إنساني أن تدافع عن نفسك. تمام، تدافع عن نفسك وهي قادرة أنها ترد، لكن لا، لأن إذا رديت ستكبر وقد أخسر إنسان له قيمة عظيمة عندي، قد أخسر روح. أنا حريص على هذه مثلا عندنا الحوثي اللي بيطلقوا لك الآن إسرائيل وكذا، هؤلاء ما بيش عندهم حرص على قيمة الإنسان، بيستقلبوا الدمار، يستقلبوا الخراب. عادي لو ضربوا اليمن يقول لك عادي ماتوا، لأن هذه الجماعة تفكر إنه كلما ماتوا أكثر ناس عندي استطعت أن أتاجر بأرواحهم ونزل مقاطع ومؤثرات صوتية. لقد قتلونا. من قال لك؟ دحين لما يقولوا لك إيران والله يا أخي نحن نرد اعتداء الأمريكي، لك 40 سنة وانت تقول أتحداهم، سأطلق عليهم، معي الصاروخ الحسين، العباس، الجن، العفاريت، وجو 5 دقائق قرحوا راسك. كذب، كلهم كذب، بس شعارات يستقلبوا الدمار. ومن مميزات هذه الجماعات أنهم يعني يعذبون ويفقرون ويجوعون أبناء شعوبها ويعتقلون. إذا خالفت رأيهم أنت تخالف الدين وتخالف القضية، أنت متصهين وعلى طول يحبسك. تمام. يعني المخابرات اللي على أبناء شعبها أكثر من المخابرات عند أعدائها، لأن عدوها الأول هي شعبها. طالما هو ساكت مدسوع جاوع فقير خلاص، لأنهم يظلوا في هذا الجوع أستطيع أن أتحكم فيهم. لذلك السلاح الذي سينقذ أبناء المستقبل هو الوعي والإدراك. وقلت لكم هذا الشخص اللي دعي إلى هذا المؤتمر عشان أنا أشدد على أنني أشكك في هذه المؤتمرات وأشكك في هذه الفعاليات عندما يدعى. وأغلب اللي بيدعوا من الأصوات التي تنضم وتوالي جماعات الإسلام السياسي اللي هي أصلا أساس الخراب والدمار في بلداننا العربية. حياكم الله يا شباب. إذا عندكم سؤال لا تكتبوش. الله يسعدكم.
بعدين هذا يقول لك إيران يا أخي تعال قل لي أنت اللي واقف مع إيران ليش واقف؟ سؤال أسألك أنت، أيوة اللي واقف مع إيران ليش واقف معها؟ خلينا نتحاور. ما هو ليش؟ مثلا عرب، لا مش هم عرب، جيرانك يعني احنا كيمنيين ما هم جيراننا، مسلمين ايوه مش مسلمين حسب مفهوم الاسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما سلمت منهم لا العراق ولا سوريا ولا لبنان ولا اليمن، ولا ما سلمت منهم دول الخليج ولا سلم منهم احد. وين الاسلام حقهم؟ ايش تعرف؟ مؤمنين. لا يؤمن، قال والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. طب ليش تطلق عليهم؟ ليش؟ عندهم قواعد. كذاب. القواعد الأمريكية موجودة في كل أنحاء العالم في كثير دول، يعني إيش يعني؟ لكن هل أطلقوا منها؟ هل سمحوا بأجواءهم لأنه يقصوك؟ لا. كل القصف اللي جاء من الباريات ومن إسرائيل، بس وين من قصفك؟ من قرب منك من الدول دي؟ بل بالعكس كانوا واقفين ضد الحرب عليه. ليش خسرت جيرانك؟ فهذا لا يرعى حق المجهولة. طيب إيش وقف مع القضية؟ أي قضية؟ ماذا وقف مع القضية؟ إيش قضية إيش؟ فلسطين وغزة؟ كذاب. بسبب سياساته تدمرت غزة وخسرنا القضية بسببه عندما جلس يدعم أذنابه في لبنان، واستطاعوا وحماس وكذا استطاعوا أن يستجلبوا الدمار لغزة، ومات أبناء غزة بسببه. ما حرش حتى شبر واحد. أتحداكم أن تجدوا مستشفى واحد داخل فلسطين من حق إيران، أو خدمات صحية أو موقف إنساني. كذاب. واليوم هو بيتبرى من أذنابه. والله ما نزل حتى شجب أو استنكار أو إدانة. كذاب يعني. تمام. ليش؟ خسيس. وهذا اليمني اللي واقف مع إيران مستغرب يعني. وقفت بلدك يعني. أنت الآن بوقفتك وتضامنك معه خنت وطنك أنت، لأن هذه الدولة دعمت عصابة دمرت بلدك وأسقطت النظام وبثت الرعب وحرمت الناس من المرتبات ومن الخدمات الصحية ومن الحياة ومن المستقبل ومن التعليم، وجيت توقف معها. أنت خائن لوطنك باختصار شديد. كذاب. أي دولة تقف مع فلسطين اعرف أنها دولة فاشلة. ليش؟ تحاول أن تنسي أبناء وطنها فشلها، تجوعهم، تفقرهم، تحرمهم، تحاول أن تستبد بهم، فعلى أساس ترضي هذه الشعوب الغبية. نحن مع القضية، الله مع القضية، خلاص خلونا نفقر عادي، نجوع من أجل القضية، دماؤنا ترخص من أجل، بما أنكم ناس رفعتوا. شفتوا هؤلاء الفاشلين فقط. ادخل إلى فلسطين وإلى غزة ستجد أن كل الخدمات والمعونات والمستشفيات من فين؟ من السعودية، من الإمارات، من دول الخليج فقط. اللي يطقطق يقول لك نحن عارف أنه ضدها. كذاب. هذا يضحك على القطيع حقه، يضحك على القطيع. هذه الدول فاشلة لأنهم شوفوا هم، أقسم لكم بالله هذه الدول التي تقف معها هي من أكثر الدول تمنيا بأن لا تتحرر فلسطين. ليش؟ لأن لو تحررت ما عادش معها شيء يضحكوا به على الناس، ما عادش معهم شيء يضحكوا به على الناس، فيظلوا والناس تصدقهم. فأول ما واحد تشوفه ويفرحوا بالمقاطع المؤثرة علشان يظلوا يلعبوا. احنا شعوب عاطفية، شعوب عطلت عقلها، بنفكر بقلوبنا بس. تمام. لكن لو استطاعوا أن يصلوا إلى حل سلمي وإلى معاهدات وإلى حفظ للأرواح، أنا أعتقد أن الهدف الأعظم والهدف الأسمى هي حفظ الأرواح فقط. وأي خطوة ستؤدي إلى خسارة روح واحدة فهي خطوة شيطانية بدون كلام. هذه الجماعة لا، غرسوا فينا أن الموت هو الصح. الموت ويدي لك وهم موت في سبيل الله، أسمى أمانينا.
أسألك بالله جماعة ترفع هذا الشعار، كيف نرجو منها حياة؟ وما هوش في سبيل الله، كذاب، هذا في سبيله، في سبيل مشروعه، بس يطرح لك كلمة الله علشان يضحك بها عليك. ساعة السنارة يطرح لك طعم. شوف في إيران آية الله، وفي لبنان حزب الله، وعندنا باليمن أنصار الله، والثلاثة هؤلاء لا يعرفوا الله. أكثر الناس اللي كذبوا على الله وسرقوا باسم الله ونهبوا باسم الله وقتلوا الناس باسم الله، الله بريء منهم. هؤلاء أي جماعة تعرف ترفع الله اعرف أنها تتاجر بالله. اللي حاصل في المنطقة صراع سياسي وأرقام ومصلحة الناس فقط. يعني شوف عمر بن الخطاب ايش قال؟ قال وأينما وجدت مصلحة الإنسان فثم شرع الله. أي شيء سيحفظ أرواح الناس، حياة الناس، أمن الناس، استقرار الناس، هذا هو الذي يريده الله. والله الذي يريدك أن تموت هذا مش الله، هؤلاء أصحاب المشاريع. لذلك سمعناهم يقولوا يموت 1000 2000 100,000 200,000. رجل واحد عندنا عضو مجلس نواب في اليمن قال يموت 1,000,000 2,000,000. ما فيش عندهم أي قيمة للإنسان. لكن تلك البلدان المتطورة التي ستحاسبها شعوبها عارفين قيمة الإنسان. تخيل 3 طائرات هليكوبتر تنزل في إيران تدور على واحد طيار طاح عينه وما رجعت إلا أبوه. في إنسان لابد أن نحافظ على روحه وحياته. إحنا لا عادي. يعني عندنا في اليمن مثلا أمس مات واحد يعني بالسيول، طفل صغير أخذته، ولا كأن الحكومة ولا بسبب الإهمال وعدم يعني إيجاد حلول لتصريف المياه. هذه هل تعلم إنه في الدول المحترمة مثل هذا الحادث قد يتسبب في إقالة حكومة كاملة لأن في إهمال من الحكومة؟ إحنا لا ما مش قيمة يا رجال، عادي ما في قيمة. قسما بالله يا جماعة نزلت عندي في البرنامج الأزرق واحدة دخلت قسم شرطة هناك في صنعاء تشتكي ولدها، قالوا ولدي يعني اغتصبوه، كيف الحل؟ قال لها المشرف قال لها لا تحلقيش الدنيا عوافي، كلنا ارتكبنا احنا صغار ما يوقع بنا شيء. دخل على البرنامج الازرق هتلقى نزلت المقطع حق الحرمه دي. اقول لك احنا عندنا كارثه وما زالوا الناس يعني ما زالوا